عبد الحميد بن عزوز تمكن حاليا بانه يكون عنده براءه الاختراع اللي كتمكن حاليا كثير من المرضى في ميدان المرضى ديال الباركنسون من الاستفاده من هذه التقنيه هذه، واللي كتمكنهم بانهم يسترجعوا واحد القدرات كبيره اللي كيفقدوها من خلال هذا مرض الارتعاش اللي معروف. حنا من خلال هذا التكريم هذا بغينا انه نشكروه ونقدروه لان يقوم بكثير من العمليه ديال التبادل العلمي ما بين المغرب وفرنسا، واللي من خلالها تم تكوين مجموعه من الطلبه. هاد الطلبه هادو اللي صاروا الان دكاتره وكثير منهم اللي خداو مناصب التدريس والبحث العلمي في المغرب. اذا هو شخص باقي في مقتبل العمر، ولكن حنا قررنا بانه ما خصناش نتسناو حتى شي واحد يمشي للتقاعد، ولكن التكريم ربما يكون في الوسط المسار ديال هذا الشخص هذا باش يزيد القدام ويتشجع ان شاء الله لاكثر وما هو احسن. التكريم ديال مسيو بن عزوز ما جاش من والو. التكريم ديالو راجع لسا كارير كوم بروفيسور، سي بروجي، سا كولابوراسيون مع لابوراتوار ou aussi que sa valeur ou ses cours ou sa valorisation de la science. Du coup, on est fiers de lui. وهذا الشيء هذا التكريم قليل في الحق ديال كاع داكشي اللي دار. Du coup, on est fiers de lui. جيت لهنا اليوم باش نحضر في هذا المؤتمر العالمي للبيوتكنولوجيا. لقيت محاضرة مع الإخوان، بالأخص مع البروفيسور عز الدين الإبراهيمي كيما انفيتي باش نجي لهنا، وقاموا بالتكريم ديالي في هذا اليوم هذا. وانا زعما بصراحه عجبني الحال بزاف، لحقاش ما كنتش كنتظر هذا الاستقبال الحار اللي داروا لي الاخوان، سواء الاصدقاء ديال اللي ما شفتش واحد المده طويله وفي نفس الوقت الناس اللي كنخدم معاهم. عندنا اتصال هنايا، كنحاولوا نساعدوا الشبان اللي باغيين يوجدوا الدكتوراه ديالهم في علم الدماغ. وهذا لي شرف كبير اللي انا هنا اليوم. بصراحه فرحان بزاف اللي جيت وقاموا بهذا التكريم هذا.